سبق جمهورية البطلة نرميس أحمد شاكر، سبق جمهورية السنة اللي فاتت الفناني خامس جمهورية، ولعبت صفات مصر كأس مصر، ولعبت كابتن تصفيات منتخبية ومريم. الحمد لله أنا وأفضل إن شاء الله معانا رحمن بطلة صعبة في الثاني إن شاء الله، أول بطولة ومركز أول إن شاء الله. نرمان احمد مجدي واخده البطوله اهي، احنا شايفين البطوله بتاعتها اكاديميه الصفا كابتن علي الحاصله على المركز الاول. معنى ان اكاديميه الصفا المركز الاول حاصل على صغيره هنتكلم معاها ومعاها وهنشوف دور اكاديميه الصفا ازاي كنت فرحانه انت واخده مركز اول، بتنسبي النجاح اللي انت لا يا ورا بتعرفي النهارده وصلت فعلا ان انت اخذت المركز الاول في التأهيل، يعني بكره تبقي الاول في الجمهوريه وتوصلي ان انت تطلعي بره المنتخب باذن الله. النهارده وانت فرحانه وسط الفريق بس خايف ليه الكاراتيه وهي اللعبه الاولى دلوقتي بالنسبه للبنات اولاد الكاراتيه اللي عايزه كاراتيه بالنسبه للكاراتيه هي لسه صغيره. تعالي انه كل بنت تبقى دكتوره او تبقى صحفيه او هي اول معانا الكل. يعني انت بتشوفي الكابتن بيدربهم كام ساعه في اليوم؟ كتير، يعني حسب ما هم حسب احتياجهم هم. يعني لو هو عنده مثلا ساعتين في اليوم بيلاقوهم محتاجين اكتر فبيبقى معاهم اكتر. ايوه في ايام زياده، وحتى مثلا في البيت بيتابع معانا كاكل. لان هي فعلا لو فضلت على البطوله اكيد لها اكل معين. كنت سعيده ان فعلا انت خدت مركز اول على 27 محافظه، يعني معنى كده ان ممكن تتصعد الجمهوريه. ايوه ده حلم حياتي انا وهي بصراحه، احنا طبعا بنكرم الدكتور كابتن مدني وبنقول عزيزي المشاهد ده فريق بالقاس، فريق بالقاس اللي بيعمل انجازات محليه وانجازات عالميه وانجازات على ارض بالقاس، على ارض المنطقه نقول بالقاس عاصمه ويكون الحب صوره هي مباشره من الفريق كلكم كل سنه وانتم طيبين. تعالوا نجربوا على انه نبكوا البطولات النهارده 4 ايام يعملوا انجازات ونطلع من القاهره الحلم اللي كل واحد فيهم بيحلم. ايه يا كابتن مجدي النهارده انت شايف انجازات فعلا على ارض المنصوره؟ صراحه ربنا كابتن يعني دايما عامل شغل جامد في القاس في الكاراتيه وعلى المستوى الجمهوريه، وان شاء الله فريقه ان شاء الله هيوصل للمنتخب هو والكابتن ياسر الغنوم. بصراحه ربنا الاثنين عاملين شغل جاي ومسمعين في القاس ان شاء الله يا رب، وربنا يبارك فيهم يا رب. دي بطل ابن بطل، الله يرحمه كان بطل كاراتيه برضه. أنا عايزك يعني البطل بياخد البطوله عن والده واحنا بنقول بطل ابن بطل، تحيه هو كان للأب. بطل كاراتيه. الله يرحمه بيعلم فعلا قدوه. هو راجل على خلق يعني احترام بصراحه، واللعيبه بتاعتهم بصراحه مسمعه بالناس. احنا بنقول للاستاذه غاده الحمام تعالي شوفي اهل بلدك عاملين شغل حلو وعاملين انجازات في المنصوره. السيد المحافظ القاس تعتبر المركز الاول والرئيسي ونجاحه هيفوق الجميع. ونقول لاهل القاس والاهل بلدهم شاركوا الحب شاركوا التعاون.
شاركوا الفرحه، شاركوا نجاحنا ونجاح داخل الساده المصريين. كان معكم مؤسسه النيل العالميه للتنميه والاداره. سعدت بيكم. شكرا استاذه سهير.